المواجهة الرابعة بين القوافل الرياضية بقفصة والملعب التونسي لحساب دور الثمنيائي لمسابقة كاس تونس كانت لصالح البقلاوة اللي أمطرت شباك المحليين بسداسية كاملة كان فيها علامة الامتياز لحمزة الخضراوي تسجيله لثلاثية كاملة. ما كانش ماشي معايا الريوسيت اليوم الحمد لله مشى معايا الريوسيت وعاونت صحابي باللي نجم وإن شاء الله ديما قدام إن شاء الله. شوط أول اعتمد فيه الملعب التونسي على الهجومات المعاكسة. حمزة الخضراوي يمرر بذكاء بلال الماجري يدخل مناطق الجزاء يوزع، والإيفواري نويل أكبري يغالط مرماه 1-0 للبقلاوة. 3 دقائق على الهدف الأول الملعب التونسي مرة أخرى مصدر الخطورة. حمزة الخضراوي يتلقى تمريرة من نزار العيفي والبقية بمجهود فردي. الخضراوي يتلاعب بدفاع القوافل وبتصويبة قوية يتمكن من إضافة الثاني في شباك نديم بن ثابت. الفترة الثانية اسكندر القصري يقحم الحارس ريان اليحيوي مكان نديم بن ثابت، وهيثم مبارك والكالي بانغورا مكان كل من آزر شكري وحازم مبارك. وهجوم القوافل يتحرك من اليمين الغيني الكالي بانغورا يتوغل يحضر للنيجيري جودز باور وفرصة تذليل الفارق تضيع على فريقه. الملعب التونسي سريع في الانتقال بالكرة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. غازي العيادي يقطع الكرة بسرعة وبإمداد ذكي برشا يخرج حمزة الخضراوي في وضعية أكثر من مريحة راس مع محمد ريان اليحيوي. الخضراوي يراوغ اليحيوي ومن غير مشكل يثلث نتيجة للبقلاوة. قوافل قفصة حاول في كل مرة تذليل الفارق لكن دون تجسيم. هيثم مبارك بعد هالتمريرة من الكالي بانغورا كورته لبرا. أبناء حمادي الدو عملوا كل شيء في المباراة حتى الكرات الثابتة أحسن تنفيذها حمزة الخضراوي، والبقية هدف رابع بطريقة مميزة جدا من بلال الماجري. الملعب التونسي واصل في نهجه الهجومي يسيطر بالطول والعرض على المباراة، وكان حمزة الخضراوي رجل اللقاء دون منازع بفضل فنياته العالية وسهولة مراوغاته. يتجاوز الحرشاني والمحمدي ويتمكن من إضافة الهدف الخامس لأبناء باردو ويوقع على الهدف الشخصي الثالث ليه في اللقاء. قوافل قفصة كان بعيد كل البعد عن مستواه وحاول التسجيل في العشر دقائق الأخيرة من المباراة. أنور الجويري في حوار مع المدافع حمزة بن عبدة اللي يتدخل معاه الحكم محمود قسيعة يصفر ضربة جزاء المحليين. الغيني بانغورا ينفذ وينجح في مغالطة سامي هلال. بعد الهدف الحكم محمود قسيعة يقصي واحد من الموجودين على بنك الملعب التونسي بعد احتجاجه على ضربة الجزاء الممنوحة للقوافل. الملعب التونسي أصر في كل مرة على إضافة السادس ركنية من تنفيذ حمزة الخضراوي، والإيفواري عثمان وترى خال من كل رقابة دفاعية يضيف السادس للبقلاوة ويتأهل معاه الملعب التونسي للدور الربع النهائي من مسابقة كأس تونس. لما تلعب كرة صحيحة وتسجل أهداف وتقنع حتى جماهير المنافس اليوم تصفق لك. اليوم جمهور قوافل قفصة أثبت أنه جمهور ذواق وصفق فريق الملعب التونسي، صفق اللاعبين الملعب التونسي. كنا ابليكي مركزين في الماتش بالكدا، ما جاش البونتو من الاول، هبطوا هما نازلين علينا شويه، نحن عرفنا كيفاش ندافعوا. من بعد الحمد لله جا البونتو الاول، البونتو الثاني سهل برشا اللعب وكهو نحن رجعنا نخدموا على رواحنا حتى كي ما نربحوش ما نخسروش. اليوم هزيمه ثقيله في تاريخ القوافل. اول حاجه نعتذر للجماهير الوفيه للقوافل، للهيئه المديره، للناس المحبين تاع الفريق. ما حبيناش تكون النتيجه هكايا، لكن للاسف هذاك هو اللي صار. انسحاب مر صعيب، نتيجه ثقيله.